مفيش حاجه هتحصل الشبكات ان شاء الله، واللي عاوز يعمل الشبكات يجي يورينا كده نفسه. احنا عندنا العناصر بتاعتنا كافيه ان هي تامن المراكز الانتخابيه وكل المناطق اللي هي المحيطه بينا. السويس كلها مع حضرتك؟ احنا معاك مع الجيش المصري العظيم. احنا لا نشك لحظه، لان السويس والجيش الثالث تمام دول هم عجينه واحده. تمام وانتوا عارفين الكلام ده كويس. احنا شفنا طيارات النهارده يا فندم، يعني فوق في يعني بتجوب يعني في الاجواء فوق، ده برضو من ضمن ولا تطمين الناس؟ لا تطمين، وفي اتصال باستمرار بين الطيارين اللي موجودين ومراكز القياده اللي موجوده عندنا، عشان لو في اي تجمعات او اي حاجه مش مظبوطه هم بيختارونا، وبالتالي العناصر بتاعتنا بتتحرك فورا يعني. توفيق مع الجيش المصري ان شاء الله العظيم. توفيق ان شاء الله. ده رايح حمله الاتحاد القومي طبعا 2-1 بالظبط كده. ربنا يوفقك. الله يخليك. شكرا جدا. ان شاء الله مش هيبقى فيه تجاوز. لا يمكن النهارده حد هيجي يدخل في وسط الشعب السويسي في الزخم اللي موجود ده. تاكدي تماما الشعب السويسي هو النهارده نزوله هو اللي بيحمي المراكز الانتخابيه. ده الجيش حاجه اضافيه، ولكن لها دور كبير جدا هو ومديريه الامن من يومين ثلاثه. فاحنا واخدين اجراءات كبيره جدا، والشعب السويسي بنزوله النهارده والزخم اللي موجود والشباب والسيدات اللي احنا شفناها، السيدات اللي هي كبار السن، دول هم نفسهم محدش هيجرؤ ان حد يدخل فوق. ربنا يوفقهم ان شاء الله. ربنا يحميك يا فندم.